السلام عليكم، اش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بناتي في الله، اليوم قررت ندير معكم وصفه تاع مغروط اللوز بمقادير جد صغيره، يعني تسهل للمبتدئه باش تجربها وتشوفها كيفاش تجيها. وهذه وصفه جد ناجحه، يعني ننصح بها المبتدئات. راح تنجحوا فيها، ومن بعد كي تنجح لكم تقدروا تضعفوا المقادير. هنا كما راكم تشوفوا عندي 3 كيلات تاع لوز مرحي، ماهوش محمص، يعني لوز مقشر ومرحي. كيلت بهذه تاع المطرد، الباطا تاع المطرد البنات. وهنايا عندي ايضا كاس تاع المطرد هذا ناقص شويه تاع سكر عادي، انا رحيته في الرحيوه تاع القهوه باش يسهل عليه الذوبان. نحتاج كذلك حبه تاع البيض مضربه، انا ضربتها هنا كما راكم تشوفوا. نحتاج ملعقه صغيره تاع الزبده، نحتاج ايضا ملعقه صغيره من عصير الليمون، نحتاج ايضا ملعقه تاع عسيله، ونحتاج ايضا لافاني كما تعرفوا، ونحتاج الزيت تاع القرص، ونحتاج في المقادير تاعنا ايضا نحتاج ماء الزهر. هنا البنات كما راكم تشوفوا هذا هما المقادير تاعنا، وكنجوزوا لطريقه التحضير. هنا البنات كما راكم تشوفوا راح نفرغ السكر تاعنا مع الخليط تاع اللوز. وكما نسيت باش نقول لكم بلي تقدروا تستبدلوا اللوز بالكاوكاو، اللي ما عندهاش اللوز دير الكاوكاو. هنا كما راكم تشوفوا راني نخلط في السكر مع اللوز تاعنا باش يتجانسوا يدخلوا في بعضهم كما راكم تشوفوا. خلطوهم مليح. هنا يعني من الاحسن يكون السكر تاعكم مرحي باش يسهل عمليه الذوبان كي نواسو، يعني شتو السكر شويه صعيب باش يذوب. شوفوا هنايا دوك انا راح نبشر شويه زيت تاع الليمون كما راكم تشوفوا. هنايا انا راني نبشر فيه. يعني الليمون يمد نكهه رائعه، سيرتو في مقرط اللوز تجي فيه نكهه بزاف هايله. هنايا هاتين كما راكم تشوفون نخلطوا ثاني كي هكايا باش يدخلوا في بعضهم، والليمون زيت تاعنا يطلق الريحه. هنايا نزيدوا الملعقه تاع الزبده ونحركوا نخلطوهم مع بعض حتى يعطينا خليط تاعنا، يعني يدخل الزبده مع السكر واللوز تاعنا كما راكم تشوفوا. هنايا هكا سي دخليها بيديك، ما يعني بسيها مليح مليح. اعتذر انا غلطت في الكلمه، يعني ماما صحت لي دخلي الزبده في الخليط تاعنا حتى يتجانسوا مليح مليح. شي بسيها، انا قلت بسيها. والبنات هنايا اللي حبت تضيف ملعقه لافاني، هنا راني ضفت نصف ملعقه هذه اللي كما راكم تشوفوا تاع الشاي لافاني. هنايا درت ملعقه كما راكم تشوفوا عصير تاع ليمون، يعني تقيدوا بالمقادير. وملعقه تاع الحسل ما نساوهاش، هذه ضروريه يعني. وهكايا نخلطهم مع بعضهم. هنايا كما راكم تشوفوا رانا نخلطهم مليح مليح. كما راكم تشوفوا يعني الوصفه سهله بزاف، وكامل تنجحوا فيها، يعني ماهيش هذيك الصعيبه اللي الواحد ما يقدر لهاش. هنايا نديرو ملعقه، نتجروا بالملعقه الصغيره، نديرو ماء الزهر. هنا درتها مع البيض كما راكم تشوفوا. نخلطوهم ونضيفوهم للخليط تاعنا، يعني نضيفي بشويه.
هنا كيما راكم تشوفوا الخليط تاعنا هو لنا هكايا. وهكا كيما راكم تشوفوا لازم يكون هكا شويه طري، باسكو كيما نعرفوا اللوز يشرب، يعني نخلوها كيما راكم تشوفوا او يلصق في اليدين وطري. ودركا البنات انايا دوك نخليكم بعد 5 دقائق نعاود نرجع لكم ونكملوا طريقه التحضير. اذا البنات هنا بعد مرتاح حوالي 5 دقائق، هذا هو اللي تحصلنا عليه. انا هنا درته في السيلوفان كما راكم تشوفوا، ونخلوه في الثلاجه لمده ليله كامله. وهذه هي يعني غدوه ان شاء الله في هذا الوقت نعاودو نرجعو نكملو نخدمو مقروط اللوز تاعنا. دمتم في امان الله. البنات هنايا رجعت لكم بعد ما كملت طيب مقروط اللوز تاعنا، يعني درنا كميه قليله كما راكم تشوفوا، درتنا حوالي 7 حبات. وهنايا راه طابلنا جدناه كلش وجينا نكملو باقي الطريقه تاع التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا هذه هي الحسيله تاعنا، كنت درت فيها 2 كيسان تاع الماء مع كاس صغير ربع تاع السكر، نخلوهم في النار مده 10 دقائق. بعد ما تجوز 10 دقائق نطفو عليهم ونخلوه يبرد تماما. بعد ما يبرد تماما هنا كيما راهو بارد، انا هنايا زدتلو مغرفه تاع عطر ماء الزهر وخلطته مليح. وهنايا دوك نبدا نوجد في طريقه التحضير بلا ما ننساو السكر كلاص تاعنا. هنا البنات كما راكم تشوفوا انا هنايا راني ندير الحبه تاع مخلط اللوز تاعي في الحسيله تاعنا، يعني هكايا نديرو لها بعد نحطوها فوق البابي، يعني باش نشوها نحو هذاك الماء الزايد تاعها، ونديرو كذلك مع باقي الحبات هكا كما راكم تشوفوا. البنات كما راكم تشوفوا هنايا غنكمل باقي الحبات كامل بنفس الطريقه، يعني نديرهم في الحسيله ونحطهم في البابي، يعني باش يتنحى لنا داك الحسيله الزايده. وبعد كي نديروهم في السكر كلاصي كما راكم تشوفوا هنايا. اذا هكا كما راكم تشوفوا انا تقريبا درنا كامل الحبات نفس الطريقه. يا البنات راكم تشوفوا رانا درنا 6 حبات، وكان هنايا ندير عليهم السكر من الفوق كما راكم تشوفوا، نخليهم حوالي 4 ساعة هكاك وهما هكاك. هنايا كما راكم تشوفوا هنا كما قلت لكم نخليهم حوالي 4 ساعة باش يتسكروا مليح. وهنا يبقاو تقلبوا فيهم باش السكر يحكم هكا بنفس الطريقه، لازم يتغطاو مليح. البنات هنايا انا دوكا باش ما نطولش في الفيديو نخليهم حوالي 4 ساعة ونرجع لكم في طبق التقديم، يعني باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف. البنات هنا رجعت لكم بعد ما كملت زينت مقروط اللوز تاعنا، وهنا كما راكم تشوفوا خرج ما شاء الله، يعني شكلا ومذاقا يعني ما شاء الله الله يبارك. البنات ونتمنى هنايا الوصفه تاعي تكون عجبتكم، نتمنى من كل وحده شافتها تجربها وصدقوني ما راش تندموا، يعني وصفه ناجحه 100%. ونتمنى ديروا لي جيم وبارطاج وتعليق للفيديو. هنا البنات دوك نقسم معكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات. هنا دوك انا الورده درتها بروفيزوار يعني باش تشوفوا التزيين. شوفوا هنايا يعني مبسه معسله. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى تجربوا الوصفه وبالتاكيد راح تعجبكم. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.